مرارة فراق الأم محتاج إن ربنا بس هو اللي يسند قلوبنا. ربي يسعدك، يا رب يسعدك ويديك القوة ويسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. وسام مش بس متابعة للصفحة، وسام حد صوته صوت حد روحه منورة. والله بقولها من قلبي، الله يكرمك دنيا وآخرة مثل ما كرمتي أمي وهي في تربتها. سبحان الله، كانت سهلة صح؟ أنا كنت حاسة على روح أمي الحاجة سعاد، لأنك أنت راعية خير، الله يديها الصحة اللي خلفتك. صوت بيطبطب عليا وأكنها واقفة جنبي ومشاركاني مجهود الإطعام. أهلا بيكم في لقمة خير. والدتها تبقى الحاجة سعاد اتوفت من أسبوع تقريبا. كلمتني أعمل لقمة، قلت لها بس اعذريني، قلت لها أنا لسه ما عملتش اللي انتي بعتيه الأول، لكن اسمعوا جمال الصبر وحلاوة الرضا بالقدر. عذراكي عذراكي والله عذراكي. وسام نزلت من السعودية بعد وفاة مامتها، على مدار أسبوع بتروح تزور مامتها كل يوم. وسام بتقولي أنا مش بنام غير لما مامتي تيجي وتحسس على شعري وانام، ألف رحمة عليها. وفي نفس الوقت بعتت لي مريم، قالت لي عايزة أعمل لقمة بنية شفاء لارا بنت معتز، وإن ربنا ييسر لها الجواز. عملنا 100 وجبة صدقة على روح الحاجة سعاد، وشد حيلك يا وسام، و50 وجبة على نية مريم. انت اللي كنت واقفه وانت اللي رحتي وزعتي وانت قلتي تعالي معايا وسام، بس يشهد الله انا كنت في بنها بخلص اوراق وبفك ناس من اسر. يشهد الله يا رشا، انا كنت بفك زوج وزوجه من اسر السجن لوجه الله. عشان كده ما جتلكيش، قلت لك انا بخلص ورق لوالدتي. في الختام مفيش ختام، وتفضل أحوال الدنيا واخدانا من حكاية لحكاية، وتفضل أرواحنا متعلقة بأماني جميلة، وتفضل أرواحنا متعلقة بناس سبقونا عند الخالق، لكن هيفضل الخير حلقة وصل ما بيننا وما بينهم. اترحموا على الحاجة سعاد وادعوا لارا بالشفاء، واشوفك أحلى عروسة يا مريم. أشوفكم على خير يا أهل الخير.